الآن يعني لحد وقت قريب أوي كنت مقتنع بالحكاية دي، إنما الحقيقة يا رجالة لأ، أنا باغيّر رأيي في الحتّة دي خالص، أول ما تحس إن بشاير ورق الدبرياج وأنت تكون راجل وفاهم وعارف إن ورق الدبرياج بدأ معاك يعني بدأ، أنا ما قُلتش باظ، بدأ بس غيّره، ليه بقى؟ استهلاك البنزين يا رجالة، خُد المعلومة دي، ورق دبرياج استهلاك بنزين عالي جدًا. هتقول لي ليه عالي ليه؟ هاقول لك ما هو أصل كده أنت بتزوّد والبنزين بيتحرق والموتور بيطلّع اللي فيه، خلاص هو حرق بنزينه وطلّع اللي فيه، وييجي ورا الدبرياج يسقّط بقى الشغل ده، يضيّعه يعني، فبتلاقي موتوسيكلك ما بيجريش مع العلم إن أنت بتحرق بنزينك عادي كإنّك بتجري، في حاجة بتُقع في النُص، ما هو ورا الدبرياج ده يا رجالة بيوصّل، هو عامل زي الموصّلات كده، أنت شُفت الدليفري بيشيل حاجة من مكان يوصّلها للكاوتش عندك، للترس الأمامي عندك، تمام، لعكس الجَر، حلو كده؟ هو دي وظيفة ورق الدبرياج، فالقوة بتيجي له بس ما بيوصّلهاش، بيوقّع نُصّها ويوصّل نُصّها، طَب القوة دي عشان تيجي له أصلًا بيبقى في بنزين اتحرق وحاجات زي كده، تعمل إيه بقى؟ تاكل معاك بنزين، طَب هل هي بتاكل كتير؟ آه، بتاكل كتير، يعني أنت أمّا تيجي تبُص لورق الدبرياج نَفْسه من أفضل الأنواع اللي في السوق، سعره 200 جنيه. لو أنت راجل شغّال بالموتوسيكل، الرجالة اللي شغّالة عارفة، هتبُص تلاقي ورق الدباش لو مش في حالته عندك، هتبُص تلاقيه عامل إيه بقى، هتبُص تلاقيه مطلّع لك فرق يطلع 60 جنيه في اليوم، 60 جنيه مبلغ كبير في اليوم، فرق بنزين، طب ما 60 جنيه دول شغل يعني تجيب ال200 جنيه تَمَن ورق الدبلاش في 3 أيام، أنت هتقعد بقى